لحضرتك وتحياتي للكابتن ياسر وكابتن بشير. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن. مش عارف اقول لك ايه، مبروك النقطه النهارده ولا ايه؟ ولا هارد لك؟ لا هارد لك طبعا. ليه كده هارد لك طبعا. انت متعادل مع الزمالك وانت بتدافع 90 دقيقه. لا الزمالك هو اللي متعادل معايا. انا الحمد لله رب العالمين النهارده انا قدمت مباراه كويسه ومباراه قويه. عملت شوط اول، انا اللي بهاجم وانا اللي بضيع. الشوط الثاني ده وضع طبيعي ان انت بتلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك، عنده حلول وعنده امكانيات وعنده يعني طيب حاضر مش مشكله. اتفضل كمل يا كابتن. عنده حلول وعنده امكانيات. طبيعي ان انت كسبان 1-0، طبيعي ان انت لازم تلاقي مساحات، لازم ان انت تبدا تقفل على الحلول بتاعه نادي الزمالك، وده اللي حصل الشوط الثاني. يعني نادي الزمالك لما يتعادل معايا في الدقيقه 95 بكورنر مش كورنر، ده برضو لا حق ان انا يعني ايه كورنر مش كورنر يا كابتن؟ يعني كورنر الراجل هو اللي لعبها، يعني سامسون هو اللي لعبها، مش يعني ما لمستش حد. فتخيل يا كابتن يعني كوره زي كده تيجي فيك جول في الدقيقه 95. كان سهل جدا الكوره دي لو اتحسبت ضربه مرمى، عقبال ما الكوره تتلعب والجول يشوطها هتلاقي الدقيقه خلصت. بس عايز اقول لك حاجه، كوره بيني وبينك كده، هي لو مش كورنر البوكس اللي خده سامسون يبقى ضربه جزاء. لا هو مجدي مش شايف الحاجات دي. لا خالص يا كابتن. في الاخر خالص انا كان في بوكس كده في سامسون خالص يا كابتن. لا هو اصلا لو بوكس مش هيلعب الكوره يا كابتن. يعني لو الكوره فيها بوكس مش هيلعب الكوره، عمره ما هيلمس الكوره. فالراجل طلع لمس الكوره ورضا ما وصلش للكوره، فالكوره اتلعبت وطلعت بره. تمام. انا بحييكم على الاداء طبعا وعلى المستوى الرائع وكسبتوا بيراميدز وكنتوا كسبانين الزمالك لحد دقيقه 95. انا عايز اكلمه قبل ما يمشي. اهو كابتن بشير معاك يا كابتن ابو المجد. لا الف مبروك على البونت يا ابو المجد، ما تقولش هارد لك والقصه دي كلها. انت بتساعد لا كابتن هارد لك. اسمعني بس طيب اسمعني. حاضر انا سبتك تتكلم. اتفضل يا كابتن. انا سبتك تتكلم زي ما انت عايز. مظبوط. اتفضل. لما تاخد بونت من نادي الزمالك ابو المجد يعني تقول الحمد لله. نادي الزمالك بطل الدوري سنتين ورا بعض وبطل الكاس. لو انت بتقول هارد لك ومش هارد لك، لا هارد لك. طب انت فين من اول الدوري يا ابو المجد؟ انت ما كسبتش حد. حضرتك لو متابع، حضرتك كابتن بشير لو متابع اداء فرقه الداخليه من اول الدوري. انا متابع الداخليه عندها كام بونت يا ابو المجد؟ مش متابع اداء ايه؟ لا يا كابتن، لا ما فيش كده يا كابتن. احنا مع الفرق اللي هي امكانياتها او حلولها محدوده. لا حضرتك لازم تتابع الفرقه دي بتشتغل ازاي وبتأدي ازاي، والحمد لله باي لك كتير جدا في ماتشات اللي فاتت. كان من حقنا ان احنا النتيجه تبقى في بعض الاحيان مكسب وبعض الاحيان اطلع ما بقاش خسران، لكن في الاخر انا طموح يا كابتن بشير ان انا لا طبعا اكسب واكسب الاهلي واكسب الزمالك. لا اكسب الاهلي براحتك واكسب الزمالك براحتك، بس يعني بنبارك لك انك اتعادلت مع نادي الزمالك، تاخد بونت من نادي الزمالك. دي حاجه كبيره. بس هو الطموح مشروع يا كابتن بشير. مفيش مشكله. لا